أذكياء العالم ومن أئمة الدنيا ومن أعيان المذهب المالكي ومن المصريين ابن دقيق العيد الذي لم ترى الدنيا مثله أبدا، ومنهم خليل المالكي. إذا سمعت بمختصر خليل الذي يعول عليه المالكية اليوم في دروسهم وجامعاتهم فاعلم أنه مصري. ومنهم ابن هشام النحوي، ومنهم الإمام الهيثمي صاحب كتاب مجمع الزوائد، ومنهم ابن حجر العسقلاني الذي ألف فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ومنهم محمود العيني الذي ألف عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، وإليه ينسب اليوم قصر العيني في مصر، ومنهم المقريزي، ومنهم صاحب كتاب تفسير الجلالين الإمام جلال الدين المحلي الذي أتمه بعد ذلك الإمام السيوطي، وكلاهما مصري. ومنهم الحافظ السيوطي، ومنهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الذي وصل عمره 100 سنة وهو لم يترك صلاة الليل إلى أن مات. ومنهم الإمام الشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي من سلالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ومنهم الشيخ أحمد الدردير، وكان عابدا عالما صالحا، جلس في الأزهر يوما يعلم طلابه، فلما دخل أحد الولاة وكان يريد أن يستميل المشايخ لبعض الفتاوى التي يريدها لإلزام بعض الناس بأمور، فقام الطلاب خائفين من كثرة الجند ومبجلين لهذا الوالي، فأخذ مصحفا ووضعه في حجره وجعل يتلو القرآن وقد مد رجليه، فمر به الوالي قال: من هذا؟ قالوا: هذا الشيخ أحمد الدردير. قال: فلماذا لم يقم لما رآني؟ فحاولوا أن يعتذروا له، فحنق عليه هذا الوالي. ثم ذهب الوالي إلى قصره وأخذ صرة أرسلها مع أحد العبيد، قال: أعطي هذاك الشيخ الذي كان مادا لرجليه لما مررنا به. فلما أقبل إليه ذلك العبد وناوله الصرة علم الشيخ أن ذلك الرجل أراد أن يذله بقبول المال، فنظر إلى هذا الرسول وقال له: ارجع إلى من أرسلك وقل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه، إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. أما أبطال مصر ومجاهدوها فالكلام عنهم يطول. كثير من القادة مع صلاح الدين الأيوبي كانوا من المصريين، منهم القائد حسام الدين، وكان قائدا للأسطول البحري المصري، كان شوكة في حلق الإفرنجة. قال عنه الإمام ابن كثير: كان البحر في البحر، فكم من شجاع أسر، وكم من مركب كسر، وكم من أسطول فرق شمله، وقارب غرق أهله مع كثرة الصدقات. قال: ولما علم أرناط الصليبي، لما عمل أرناط الصليبي مراكب وأسطول وجعلها في البحر الأحمر ليغزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلق إليه حسام الدين بأسطوله المصري ودك أسطول الفرنجة حتى قتلهم عن آخرهم. ومن أبطال مصر الذين سكنوها صلاح الدين الأيوبي الذي فتح بيت المقدس. أيها الناس، بل أيتها الدنيا كلها، لن ينسى التاريخ أبدا أبطال مصر الذين ردوا الحملة الصليبية التي قادها ملك فرنسا واستولى على دمياط، فكمن له الأبطال في مصر وأذاقوه سوء العذاب وأبادوا جيشه وكانوا عشرات الآلاف. ثم أخذوا هذا القائد الفرنسي وحبسوه في دار تسمى دار ابن لقمان في المنصورة، ووضعوا القيود في رجليه ويديه، ووكلوا به حارسا يسمى صبيح، ثم فدى نفسه بأموال كثيرة عظيمة فأطلق. ثم لما وصل إلى بلده حدثته نفسه أن يعود مرة أخرى لغزو مصر، وجعل يجند الجند لذلك، فأرسل إليه جمال الدين بن مطروح قصيدة يقول فيها: قل للفرنسيس إذا جئته مقال صدق من قؤول فصيح، أتيت مصر تبتغي ملكها، تحسب أن الزمر يا طبل ريح، وكل أصحابك أودعتهم بحسن تدبيرك بطن الضريح، وفقك الله لأمثالها لعل عيسى منكم يستريح، آجرك الله على ما جرى من قتل عباد يسوع المسيح، آجرك الله على ما جرى من قتل عباد يسوع المسيح، فساقك الحين إلى أدهم ضاق به عن ناظريك الفسيح،
50,000 لا ترى منهم إلا قتيلا أو أسيرا جريح. وقل لهم إن أضمروا عودة لأخذ ثأر أو لقصد صحيح دار ابن لقمان على حالها والقيد باق والطوشي صبيح. فلما وصلت القصيدة إليه فزع واضطرب وعدل عن غزو مصر. ومن المصريين الأبطال سلطان المماليك قطز سلطان، وهو الذي قاد معركة عين جالوت. ومن المصريين الأبطال ضباط وجنود شاركوا في حروب فلسطين وفي غيرها من مواقع الجهاد في سبيل الله. وإذا ذكرت مصر وتاريخها ذكرت العباد والزهاد، ذكرت حيوة بن شريح، وذكرت أبا محمد بن سهل، وكان عابدا صالحا آمرا بالمعروف داعيا إلى العقيدة الصحيحة، وكان يذم العبيديين الشيعة الذين حكموا مصر فترة. فجاء به الخليفة العبيدي وقال له: سمعنا أنك تقول لو أن معي 10 أسهم لرميت الصليبيين ب1 ورميت العبيديين ب9، فهل هذا صحيح أنك قلت ذلك؟ فقال: لم أقل هذا. قال: إذا ماذا قلت؟ قال: قد قلت لو معي 10 أسهم لرميت العبيديين ب9 ورميت العاشر فيهم أيضا، فإنكم غيرتم الملة وتنقصتم القرآن وذممتم صحابة رسول الله ووقعتم في عرضه وغيرتم الدين وقتلتم أهل السنة. قال: فغضب عليه وأمر به فربط، ثم دعا رجلا يهودي وقال: قطع لحمه حتى يموت، فجعل يقطع لحمه قطعة قطعة وهو يتلو القرآن، وذاك اليهودي يسلخ جلده سلخا كما تسلخ الشاة وهو يتلو القرآن، وذاك العبيدي ينظر إليه، حتى رق له اليهودي وطعنه بالسكين في قلبه ليقتله حتى يريحه من كثرة العذاب. إمام من أئمة مصر. وفي مصر أيها المسلمون من الأدباء والكتاب والشعراء أعداد لا يستهان بها ممن زاروها أو كانوا من أهلها. فإذا ذكرت وقرأت الشعر الرائق لجميل بثينة وهو من أفصح الشعراء فاعلم أنه مصري، وإذا قرأت الشعر الرائق لكثير عزة واعلم أنه مصري، وإذا قرأت شعرا لأبي نواس فاعلم أنه مصري، وإذا قرأت للشاعر الشهير المتنبي أحمد بن الحسين فاعلم أنه أقام بمصر 4 سنوات. إنك تتكلم عن بلد عظيم لا يزال له إلى اليوم ما يؤمل له من قيادة الأمة ومن سير على منهاج أجداده من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. المصريون لا تكاد أن تجد أحدا من القراء في العالم من قراء القرآن وممن معهم إجازات وأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ القرآن إلا وجدت للمصريين عليه يدا، إما أقرأه مصري أو حفظ القرآن على مصري أو ضبط تجويده مصري أو كتب له هذا السند مصري. وما تكاد تجد إلى اليوم حتى المشايخ والعلماء في الأرض كلها إلا وتجد منهم من قرأ على مصري أو درسه في الجامعة مصري أو صلى به إماما يوما من الأيام مصري. ولا ينكر فضل هؤلاء العلماء أحد، مدرسوها وأساتذتها لهم فضل كبير على العرب وعلى المسلمين بل على جميع العالم في مساجدهم وجامعاتهم ومدارسهم. ولمصر من العلماء في الطب وفي الذرة وفي الهندسة وفي الدعوة وفي الأدب وفي غير ذلك أمر لا يدرك شأوه أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع بلدان المسلمين عامة وأن يحفظ مصر خاصة، وأسأل الله تعالى أن يجمع شملهم، أسأل الله تعالى أن يجمع شملهم. اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك. اللهم من أرادهم بسوء أو دبر لهم مكائد فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.